من 11 لاعب واحد فقط امتعض من رئيس ناديه. هذا الرجل ما شاء الله عليه كسب لعيبته، ويمكن حرجتهم كثير في ادائهم في الملعب. نقول لك مبروك 3 نقاط وتستحقون وطمنتوا الحين اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله نقول مبروك للنادي الرائد، وهارد لك لنادي الانصار. صراحه الفريق نادي الانصار من بدايه الموسم بكل امانه الفريق يقدم مستويات كويسه، بس ما كان عنده الحظ، وهذه الكوره بصراحه. لكن ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله ان الرائد يستمر ان شاء الله في عطائه، ونحصل ان شاء الله على اللي احنا مخططين له ان شاء الله، اننا ندخل كاس الابطال ان شاء الله. هذا هو هدفنا السنه هذه. النتيجه هذه طمنتكم مبدئيا؟ والله شوف، يعني النتيجة يعني بعيدا عن النتيجة، يعني المهم ال3 نقاط. يعني الفريق ما قدم اليوم الأداء اللي يعني مأمول من نادي الرائد، والسبب يعود إلى التأجيل. طبعا لما تأجل دائما التأجيل يأثر على مستوى اللاعبين. تشوف اليوم الفريق كان شوي بعيد عن الفورمة، والسبب هو تأجيل المباراة الماضية. تكلمتوا كثير عن تأجيل المباراة الماضية، لهذه الدرجة تأثيرها سلبي عليكم؟ أكيد طبعا. هو شوف، كل حاجة يعني لابد فيها سلبية وفيها إيجابية. يعني من إيجابية التأجيل هو التفافة يعني محبين نادي الرائد خلف إدارتهم من صحفيين ومن أعضاء شرف ومن جماهير. هذه الحمد لله، هذه شيء إيجابي. لكن السلبية أنت شايف اليوم، يعني لما تتأخر تغير البرنامج، تغير برنامجك التكتيكي، المعسكر، طريقة التكتيك في حصول على الكروت. باقي لنا 3 مباريات، يعني في لعيبة ما نبغاهم يلعبون المباراة هذه، نبغى لاعبين. تغير أشياء كثيرة يعني. وأنا بصراحة يعني أتكلم باسم نادي الرائد، صراحة كلنا يعني ما احنا راضين على التأجيل هذا، لأنه صراحة ما له داعي، ولا أشوف يعني له أي أسباب، ولا أشوف يعني أن الإخوان في نادي الاتفاق يعني يكونوا مشحونين بهذه الدرجة على موضوع زي هذا. يعني احنا ما تكلمنا، لا تكلمنا عليكم ولا قلنا لكم ولا حاجة. هم جالسين يتهاجموا ويتكلموا. احنا كل اللي قلناه نستفسر سؤال، يعني ليش تم تأجيل ليش تم إلغاء الحجز؟ يعني سؤال ونبغى جواب، يعني ما في أكثر من هذا الشيء هذا. من حقكم تسألون الاتفاق ولا تسألون اللجنة اللي أجلت المباراة؟ احنا سألنا اللجنة بصراحة. يعني احنا سألنا اللجنة ليش تم التأجيل، ليش تم الإلغاء مو التأجيل، ليش تم إلغاء الحجز يعني بلا أساس. يعني المباراة مجدولة لها 4 أسابيع، يعني كان بالإمكان أنك تتكلم، كان بالإمكان أنك تحصل. يعني أنا أعتقد أن لو الاتفاق كان يبغى يلعب عنده القدرة أنه يأتي ويلعب، لكن إحنا لن نسكت. ما زال عندنا الوقت، وما زال عندنا أبواب كثيرة لسه نطرقها. والآن الحمد لله يعني خلصنا مباراة الأنصار، وإن شاء الله نركز في المباراة القادمة. تحتكمون القضاء الدولي في الفيفا؟ والله شوف، عندنا فرص كثيرة جدا. يعني لسه موضوعنا مع الاتفاق لسه ما ابتدأ، وإن شاء الله أننا بإذن الله أننا يعني نوصل للشيء اللي ينصفنا، لأنه بصراحة ظلمنا. ولا أعتقد، يعني أعتقد أقل حاجة 3 نقاط يجب أنها تجير لنادي الرائد. مباراتكم القادمة أمام أحد المتصدرين المنافسين الأقوياء على بطولة الدوري، المباراة على أرضكم، ومستوى الفني لنادي الرائد زي ما تفضلت يعني ما كان مرضي اليوم، لكن كان بالنسبة لكم أهم 3 نقاط أمام الأهلي. كيف راح يكون تحضيركم؟ طبعا اكيد انت لما بتلعب فريق يعني زي فريق بطل زي الاهلي، اكيد ان المستوى يختلف اختلاف كامل. يعني الفريق يلعب، الفريق فرق بين انك تلعب مع فريق يعني يبغى يسجل هدف، من فريق يبغى يدافع ما يجي فيه هدف. فالفريق الاهلي فريق كبير يلعب كرة مفتوحة، وإن شاء الله أن نقدم معاه مباراة حلوة زي المباراة اللي قدمناها في الدور الأول، كانت كويسة ومميزة. وإن شاء الله ربي يوفقنا ونحصل على نقاط المباراة. احنا دائما نستغل رؤساء الأندية في مباريات الفوز ونسألهم دائما عن المكافآت، وهذا اللي يقوي علاقتنا مع اللعيبة. في مكافآت اليوم؟ والله في مكافآت أعلناها، ولكن يعني لاعبي النادي الرائد دائما يحبون أن المكافآت تكون يعني خاصة في اللاعبين. وهذا أكيد لازم اللاعبين يعني لازم يكافئون، زي ما يكون فيه تحفيز يكون برضو فيه يعني تحفيز لهم للمباريات القادمة. وهذا إن شاء الله اللي نبغاه. والشباب إن شاء الله حاطين في تفكيرهم إن شاء الله أن كأس الأبطال إن شاء الله يكون الرائد ضمن ال8، وإن شاء الله بإذن الله أن يتحقق إن شاء الله. أنت كريم، هم يستاهلون، وألف مبروك 3 نقاط، وأمنية لكم بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله إنه يعود الرائد كما عهدنا من يوم احنا صغار. شكرا لك، وبصراحة يعني أشكرك على الإطراء في بداية الحديث، وأتمنى لك التوفيق أنت وأخوانك. والحقيقة يعني برضو ما أنسى صراحة، كل مرة أنت تكون في الملعب نفوز. يعطيك العافية، بس فقدنا بندر اليوم. الله يطول لي عمرك، خليك. شكرا لك يا حبيبي، شكرا.